شكرا. نائب المحترم السيد سامي التوجاني، المقعد 229 له 5 دقائق. شكرا سيد الرئيس. السادة والسيدات أعضاء الحكومة، زملائي الأفاضل، من المفروض وأن مشروع المالية لسنة 2026 يقوم على جملة من الأولويات أبرزها مخطط التنمية 2026-2030، رصد وتخصيص جزء منها حتى يفتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، وخاصة لأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم قبل الجلسة العامة التي ستعقد يوم 16 ديسمبر 2025، تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعمالة الحظائر بجميع أصنافهم، وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب. في البداية حبيت نتساءل عن رفض وعدم مثول السيدة رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب بعد توجيه الدعوة إليها مرتين، وزيادة إلى ذلك تغادر الجلسة العامة، يعني يسامحوني في العبارة تشريك للدولة. هي فرحت في وزارة التجهيز حتى بشكون رئيس الحكومة مجيئها أو حضورها هو تهدئة ورسالة أمانة للمواطن لا أكثر ولا أقل، والمواطن التونسي راهو فاهم برشا وما تعنيش الأرقام برشا حاجته بالإنجازات. اليوم ما نجموش نحكيو على ميزانية الدولة وإلا على ميزان اقتصادي، وقت اللي أهلي وناسي يعانيوا الفقر والتهميش وصفر مشروع وصفر إنجاز. وأخص بالذكر المناطق الداخلية. في بالكم يا سادة أعضاء الحكومة في زيارة سيد رئيس الجمهورية لولاية بنزرت يوم 15 أكتوبر 2025 تاريخ عيد الجلاء، والمواطنين مسكرين الطريق في بني نافع بنزرت الجنوبية على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت وماطر. يعني لو كان جاء رئيس الجمهورية خارج في اتجاه سجنان وإلا ماطر وإلا جومين وإلا باجة يمنعوه من المرور. وين هيبة الدولة؟ هذا الكل ناتج عن تقصير وفشل الحكومة. سيد رئيس الجمهورية، حكومتك راهي فاشلة، وقبل زيارتك لولاية بنزرت انت يا سيد وزير الصحة راك جيت مرتين للماترنيتي، كيف سيد وزير التجهيز جاء مرتين للماترنيتي، وهو بطبيعته سيد والي بنزرت يتابع في الاشغال صباح وعشي وليل، يعني مكفي وموفي. وللاسف الجديد جاء الرئيس الولايه بنزرت والاشغال ما وفاتش، يعني باش نوريوه وجه السوق ونخبيو عليه المشاكل الحقيقيه والخور اللي يكتشفوا وحده في زياراته الغير معنى. علاش ما كانتش الزيارات هذه للمناطق الداخليه والمعتمديات اللي تعاني الفقر والتهميش وتفتقد لابسط المرافق مثل سجنين جومين غزاله ماطر؟ اجا يا سيد وزير الصحة تفقد وتعاين المستشفيات في هذه المعتمديات. كيف سيد وزير التجهيز انت تعرفها من المناطق هذا؟ ما نتصورش. نظف يا سيد الرئيس واحنا معاك والشعب معاك. احنا كنواب شعب رانا باقيين ننقلوا في حقائق ومشاكل تحت قبة البرلمان وقدام التلفزة، وفي بالنا فما سلطة تنفيذية تسمع فينا وتتفاعل معنا والا لا.